في افرازات من الحلمه، معنى كده ان هرمون اللبن عالي او البرولاكتين عالي ولازم ناخد له علاج عشان نتحسن. معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. الاجابه لا. في حالات كتير بتلجا لما يبقى في مشكله في الثدي لدكتور النساء، وممكن يشخص وجود افرازات من الحلمه على انها ارتفاع في هرمون اللبن او هرمون البرولاكتين، ويبتدي يديها علاج من غير اي فحوصات ومن غير اي تحليل لهذا الهرمون. لما الحاله بتبتدي تلجا لدكتور متخصص، اول حاجه بنفحص الحاله. مش اي افرازات من الحلمه نقدر نقول عليها اللبن ليه مواصفات خاصه، دايما بيبقى على الناحيتين، ودايما بيبقى سايل لبن طبيعي جدا زي اللي بينزل اثناء الرضاعه. وبيبقى مفيش هيبقى حد عنده لبن من ناحيه والناحيه الثانيه لا، لان الهرمون بيطلع من الغده النخاميه بيمشي في الدم بيخلي الثديين يعمل لبن ويخرجهم، فاستحاله تبقى الافرازات دي من ناحيه. فبتيجي المريضه تقول لي انا عندي افرازات من الناحيه اليمين، والافرازات دي مثلا لونها اصفر، لونها اخضر، لونها اسود، لونها احمر، كل ده، او بتقول لي ده لبن احمر، لبن اسود. طبعا الكلام ده غلط تماما. اللبن لونه ابيض شفاف على الناحيتين، بينزل لوحده من غير ما احنا ندوس او نعصر. لكن وده ساعتها اللي لما بنعمل تحليل هرمون اللبن بنلاقيه عالي، وبيكون الحل ان احنا ناخد الدواء او العلاج المخصص لانه ينزل مستوى هرمون اللبن في الدم، وبالتالي الافرازات او اللبن ده يخف. لكن الافرازات ده حاجه تانية خالص، دي بنسميها تمدد في القنوات اللبنيه، او لو هو دم بيبقى زوايد لحميه في القنوات اللبنيه، وده سكه تانية خالص. احنا عاملين له فيديو مخصوص تقدروا تشوفوه عشان تعرفوا اكتر عن موضوع الافرازات. لكن مش اي افرازات بنسميها لبن، ومش اي افرازات نروح ناخد الهرمون اللي بيقلل البرولاكتين، لان ده ليه مضاعفات وليه اثار جانبيه كتير، فلازم ناخده لو الهرمون ده عالي. يعني مفيش سيده تاخد الدواء بتاع هرمون اللبن الا لو في تحليل في ايديها بيقول ان هرمون اللبن ده عالي. ما تنسوش تتابعونا عشان تعرفوا اكتر عن الصحه العامه للثدي، وتعملوا لنا فولو سبسكرايب على الفيسبوك واليوتيوب.